هلو، كيف حالكم؟ Good morning from Canada. Good afternoon, good evening and good night. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. النهارده حلقة صعبة شوية، بس لازم ناخد الامور بشوية سخرية. اكيد هيبقى بطل حلقتنا هو جورج الخمرجي. مين جورج الخمرجي؟ هقول لكم على كل حاجة بعدين، بس اصبروا، بس عايز اقول كلمتين. بداية انا تعبت اقول لكم ان انا مش ضد حد، ولكن فسادك هو اللي بيجيبك تحت جزمتي. انا مهتم جدا بمشاكل وآلام الناس الغلابة اللي هم بيطلق عليهم إخوة الرب في الكنيسة القبطية. ليه؟ دول اللي بيتم التجارة بيهم، والمفروض الغلة بتتلم بيهم وعليهم، لكن ما بياخدوش حتى الفتافيت، بياخدوا تلاحيس. بل منهم ساعات اللي بيعمل لايك للحاجة، بس بيعمل لايك لكن حتى ما بياخدش حاجة. فعشان كده أنا دايما متأثر بيهم. أعرف ناس منهم ما عندهمش موبايلات، دي حقيقة، والناس اللي بتجيب لي الشكوات منهم حد بيروح هو يتواصل معاهم في إبراشية شبرا الخيمة، في شبرا مصر، في واتيفر. عندي ناس كتير عندهم ثقة فيا، وهي اللي بتنقل لي المشاكل دي كلها، وبعد كده بيحصل ترتيب ان احنا بنتكلم لما يكون الشخص ده معاهم، عشان ما حدش يقول لي ايه، طب هو ما دام حد فقير ومعاه موبايل سمارت فون وعنده انترنت يبقى فقير ازاي يا عم الجوكر؟ هقول لك معظمهم ما عندهمش، وحتى ان كان عندهم ما نجيش عليهم، لان بيبقى هي دي بس الحاجة اللي يصرخوا منها ويهربوا من الواقع المؤلم. فاهمين؟ فانا مش ضده، ومش دي قصتي. المهم، كنيسة أبو سيفين اللي في منطقي في شبرا الخيمة، اللي كنت اتكلمت فيها على حزيان لطفي اللي بينور ويطفي وتعاملاته مع الفقراء هناك وغباوة اللي خلفوه. هو بيربي عيل هناك كان محامي اسمه صبري راشد، وصبري ده لاهف المال بتاع أخوه، واكل عليه حقه، يعني مش جديد. ده كده حاجة مناسبة جدا إنه يبقى كاهن، حاجة ممتازة. لما تيجي عشان تختار كاهن، ها كلت اكل اخوك؟ كلت مال اليتيم؟ يلا انت حلو قوي. وبعدين لما نقول كلمه محامي، عاده طبعا القله القليله المحترمه اللي انا لسه ما اعرفهاش، لكن الاغلبيه والسواد الاعظم، وانا ليا تجارب قبل كده مع محاميين كانوا نصابين ومعاهم كارنيه، ودول ممكن اتكلم عنهم مره تانيه. فطبيعه المحامي ان هو بيتلاعب بالقوانين، بروفيشنال في التلاعب بالقوانين. وده برضو بدل ما تبقى محامي وتفتح لك مكتب، لا، تعالى نعملك كاهن، وهو منه تفيدنا بالخلفية القانونية أو بالخلفية القدسية. المهم، جورج الخمرجي ده واخد أخطر حاجة. إيه هي؟ إخوة الرب الغلابة بيبقى عندهم أتعاب، إيش ده تعبان مثلا محتاج يتحول على دكتور، ده عنده ضرسه بيوجعه محتاج يتحشي أو محتاج يتخلع. وعلى فكرة الخدمات دي برضو بتقدم عند المساجد، في المستوصفات الطبية، في المستوصفات الطبية. فالمهم ان هم بيتلم عليهم فلوس برضو. لما واحدة او واحد يروح يشتكي من ألم او وجع وهو يحوله على دكتور عشان يعالجه، دي مش بتبقى ببلاش، انتوا عارفين. المهم ان جورج الخمرجي لانه اصلا صايع، ولانه اصلا مخربق، ولانه اصلا ملوش 3 لازمه، بيتعمد الاذلال. يعني عارف، ما بيديش البركه او بيدي الامضه او بيدي السوليوشن الحل، لا، لازم يذل الحالات قدامه، وممكن توصل معاه برغم انه عارف انه هيجري من وراها مصلحه ان هو يكنسلها. انا شايفك متألم قوي، لا اريحك برضو، عيب. المهم، جورج الخمرجي ملفك بقى عندي،
وفي حاجات كتير انا عاوز اتكلم عنها. انا عايز اقول لك اتقي ربنا. معنى ان واحد قاعد في كندا وموضوعك يوصل له يبقى ليله اللي خلفوك سودة، ولو انك انت قالب على اللي خلفوك وعمرك ما كنت بار باهلك، فليك حلقه تانيه مخصوص استناني. نخش بقى في قصه من الماضي. كان يا مكان في 2010 كنت انا بقى ايه في اواخر 2008 دخلت في قصه العابرين بقى وبتخش في الموضوع، وكمان بقى ايه احب جو الجديد ومصر هتبقى للمسيح، الحاجات الجامده دي، وعمال اقابل حاجات غريبه. المهم في اوائل 2010 قابلت حد يتذكره الناس هناك في قصر الدبارة، اسمه أسامة محمد عبد الرحمن. أسامة أتمنى يكون الاسم مظبوط فاكره، ما يكونش حاجة كده ولا حاجة كده. هو الولد طويل وتخين، فكان بيوهم الكل إن هو شغال في أمن الدولة، في مباحث أمن الدولة، باين مخبر أو باين أمين شرطة في أمن الدولة، كلامه خلاص. وما كانش بيوري لا بطايق ولا كارنيهات، بس هو أمن دولة وآمن بالمسيح. اوكي يا عم أسامة. راح بعد كده اتعرف على شخص موجود على ما اعتقد بعد المصريين، بعد المنيب، فاتح محل قطع غيار، مش هقول اسمه، راجل محترم برضه. راح الراجل ده يعني قال له اوكي هجيب لك شغلانه ب 750 جنيه. طبعا الكلام ده في 2010، يعني ما حدش يستقل ب 750 جنيه انا ذاك الوقت، وكمان هيجيب له سكن. لكن استاذ اسامه كان دايما باصص للعالي، واحنا مش فاهمين. اسامه مش راضي بقليله، وده زي قصص كتير انا هبقى اعرضها بعد كده عن العابرين يعني، بس ده من القصص اللي انا مش قادر انساها. المهم في الوقت ده أسامة كان على طول تعاملاته اللي هو ممكن حتى لما جه قعد معايا في كازينو شبرا اللي على اول شارع الترعه، ممكن اي حد من اصدقاء المسلمين يبقى قاعد معاه يروح هو نكشه ويتكلم معاه في اسلاميات ويهين كمان الرسول وحاجات زي كده. انا متعصب واحب الموضوع، بس يعني ايه الداعي؟ ايه الداعي يعني؟ مش هقول لك مثلا ان انا بخاف على مشاعر المسلمين انا ذاك الوقت، لا ابقى كذاب، لكن مش شايف لها مبرر. يعني مجرد مثلا لما حد صديق ليا مسلم قاعد معايا في الشغل وقاعدين بنشرب مثلا حاجه وانا عازمه، والراجل ما بيتكلمش في اديان. انا كنت بحب الشطرنج جدا وبقعد وبطلب بسبوسه بالقشطه وبعد كده بطلب بيبسي ومعروف الدنيا بتاعتي يعني. فيروح يقول له ايه قول لي صحيح هو مش عارف محمدك ايه في الغار ومش عارف ايه. فالواد إيه المجنون ده ولا ايه؟ يقول له على فكره انا كنت مسلم بقيت مسيحي. طبعا انا ما كنتش فاهم، لكن بعدين فهمت انه بيحاول يعمل مشاكل عشان ندور له على سفر. فابتدت يحصل حالة نفور. حتى الراجل الطيب بتاع اللي عند المصريين ابتدى هو كمان ينفر منه. مش تخلي عنه، لكن عشان اسلوبه ان هو بيدفعك. يعني حتى اوكي انت غيرت دينك دلوقتي، كنت مسلم بقيت مسيحي، مبروك كونجراتوليشن، اتخبط واقعد. ليه عاوز تكلم الناس وانت ماشي في الشارع وتعمل مشاكل؟ فاهمني؟ دي مش بطولة ولا جراءة. وعلى فكرة برغم ان انا كنت متعصب جدا، لكن ما كنتش بحب الاسلوب ده خالص. وبالرغم ان انا كنت على النت يا لهوي يا خرابي يما شعليلة واشتم واديان وبتاع، بس هي دي كانت طبيعة السجالات والنقاشات. لكن لا يمكن همسك واحد مسلم ماشي في الشارع واقول له تعالى هنا دينك بيقول دينك يا عمي ارحم دماغي. اكيد في فصل، لكن اسامه كان بيتعمد على طول ان هو يكون انسان صدامي. وكنت لما اتكلم في الموضوع يقولوا لي ما نعرفش، هو تصرفاته غريبه، لغايه ما ابتديت انا وانا بصراحه مبخت قوي في البحث. وانا لما ابحث بطلع بلاوي. فوجئت لقيت شخص من امبابه مسيحي
جه معاه قصر دباره مره، وبعد كده لبس فيا انا، يعني مسك فيا انا قوي. اقول اسمه ولا بلاش؟ مش هقول يا عماد ان يعني والله العظيم يلا يا عماد انت طيب وتستاهل. المهم ان اسامه دوا راح نصب عليهم في حوالي بالظبط 60,000 جنيه بزعم ان هو هيسفرهم بره. مش بس ده، واحد مطارد وسايب دينه ومش لاقي مكان ينام فيه، ومع ذلك نصب عليه. ومش كده وبس، لا كمان هو ديجي مع مراته. فعماد لما جه بيشتكي لي بيقول لي ده الاخ اسامه ما جابلناش موضوع السفر، وبيقول ان قصر الدباره هنا هي اللي كانت ماسكه الموضوع. قلت له احنا ما عندناش الكلام ده، والا كان زمان انا طرت زي العصافير، يعني ما فيش الكلام ده. ازاي ده واخد مني فلوس ومش عارفه ايه؟ وبعدين مراته بصيت لقيتها ايه يعني. ما علينا. المهم شويه تاني احنا بقى بنكتشف، وبعدين اسامه راح اختفى ما ظهرش تاني. طبعا انا من النوع اللي لما بدور في حاجه بجيب اخر امها. ربنا يعطرني في عنوانه somehow، يعني مش عايز اقول لكم الفاسيلتيز اللي بتيجي للواحد، الصلاحيات اللي كان الواحد بيمتلكها، بقدر اسال فين ومنين وازاي. وطلع بعد كده مفيش امن دوله خالص، طلع الموضوع كله نصب في نصب. وبعد كده وصلت لبيته، وصلت لوالدته، ست طيبه مش هقول عليها حاجه غلط، وهي ساعتها قالت نكرت له وقالت ان هو حد نصاب. وفوجئنا بعد كده ان كان ليا صديق ليا اسمه ماريو فوزي، يتيم، باباه ومامته ميتين ومفيش غيره هو واخته، عايش في جزيره بدران في شارع البعثه، اخر شارع البعثه. فاكر يا ماريو؟ نصب عليه في 150,000 جنيه. هو مش نصب، هو سرقهم منه. يعني طلع معاه للغردقه على اساس اول ما الولد ورث قرشين قال له هجيب لك شقه وتعملها تايم شير وتاجرها في الغردقه. نزلوا في فندق سان جورج، لقى في الفلوس وطار. ومع ذلك نرجع ونقول ان الناس ما بتتعلمش من دي. فكرة ان انت كنت مسيحي واسلمت او مسلم ومسيحي، دور على البيهيفير بتاعه، دور على سلوكياته في تعامله مع الناس. ايمانك شيء شخصي جدا جدا جدا. مش محتاجين انك طول الوقت تطلع لنا بيه وتستغل الايمان ده عشان تقلب. استنوني في حلقة جاية عشان اكلمكم على بتاع جامعة القاهرة، هو كان ايه قصته. استنوني، ومش هنسى جورج الخمرجي. تشاو.